بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مرحبا بكم أخواتي في قناة طيب وبنا. نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. توحشتكم الفيديو اللي فات، اليوم جيتكم فيديو جديد، وصفة جديدة. وصفة تاع اليوم وصفة صيفية سهلة التحضير واقتصادية ومليحة بزاف في الصيف، تؤكل باردة ولا حامية وتجي بنينة بزاف. ووصفة اليوم شكشوكة بالباذنجان والبطاطا المقلية. نتمنى تتبعوا الفيديو للنهاية وتشوفوا كامل التفاصيل لتحضير هذه الشكشوكة. نبداو على بركة الله ونشوفوا طريقة التحضير. كما راكم تشوفوا حبيباتي، هنايا راني وجدت الخضره تاعي كاع وقطعتها. كما راكم تشوفوا هنايا راه عندي حبه طوماطيس راني قلعت لها القشره من الفوق وعصرتها من هذاك الماء والزريعه وقطعتها مربعات. وهنايا عندي زوج حبات فلفله حلوه، حبه خضراء وحبه حمراء قطعتهم تاني مربعات. وعندي هنايا هذا الثوم راني مرقدته في الزيت والملح. وهنايا عندي زوج حبات دنجال مقطعتهم مربعات وديرتهم في الماء والملح به تخرج منه هذيك المروريه نتاعه. خليته 10 دقائق ودرته يكثر من هذاك الماء. وعندي زوج حبات بطاطا ثاني مقطعتهم مربعات. هنا حبيباتي كما راكم تشوفوا عندي زوج مقليات حطيتهم فوق النار، وحده درت فيها البطاطا كما راكم تشوفوا راها تتقلى، ووحده درت فيها زوج مغارف زيت، ودرت مغرف صغيره نتاع حرور ومغرف صغيره فلفله حمراء ومغرف صغيره كرويه، ودرت فيهم ثاني ثوم مطحون وخليتهم تقلاو شويه. ودرك كما راكم تشوفوا حبيباتي راني زدت هذيك الحبه تاع الطوماطيس اللي مقطعتها مربعات وراني نقلي فيهم كما راكم تشوفوا. درك حبيباتي هنايا يد راني نقلي بها في البطاطا، ويد راني نحرك فيها هذيك لاصوص باه ما تحرقليش. هنا حبيباتي كي شفت هذيك الطوماطيس تقلات زدت هنايا هذاك الثوم اللي راني مرقدته في الزيت. شوفوا حبيباتي كاين بزاف اللي راهمش دايرين هذه الطريقه تاع الثوم، اللي ما عندهاش ما ديرهاش، بصح انا كي عندي زدت في هذه الشكشوكه بنه على بنه وجات ما شاء الله منها. درك حبيباتي كي شفتها تقلى شويه درك زدت هذيك شويه مغرفه على راس المغرف ملح، ما كثرتش لخاطش الخضره تاعنا الاخرى رانا كاع دايرين فيها الملح. وحركت هنايا وغطيت عليهم وخليتهم يتقليو غير بشويه قد ما هذيك الطوماطيس راها طابت لي في هذيك لاصوص. هنايا حبيباتي كي شفتها تجمرت زدت لها كما راكم تشوفوا فنجال تاع ماء عبر نص كاس نتاع ماء، ونقصت النار وخليتها تقلى في غرضها. هنا كي شفت البطاطا حبيباتي طابت درك راني نقلع فيها من الزيت، وجبت لها هذا الورق المطبخ نحطها عليه باه يتشرب ليه هذاك الزيت تاع البطاطا باه ما تجينيش الشكشوكه ميدمه. درك حبيبتي هنايا كاين فين حطيت البطاطا نخليها تكطر وفي هذاك الورق. وهنايا راني زدت حطيت هذيك الفلفله الحمراء والخضراء اللي راني مقطعتهم مربعات ودرت فيهم شويه ملح، ما تقلوهاش هكا سانطه، ديروا فيها شويه ملح وما تكتروش حبيبتي. درك خليهم يتقلاو ونرجع لاص تاعنا كما راكم تشوفوا. نقعد نمرس فيه هذيك الطوماطيس، نمرسها كي شفتها طابت هكا نمرسها غير شويه ماشي بزاف، ونقص عليها النار ونخليها تتجمر في غرضها. هنا حبيبتي درك تاني راني جبت هذاك ورق المطبخ وكي شفت الفلفله طابت درك نحطو عليها. درك هنا كما تشوفوا نشوفوا كي راني نقطع فيها مليح من الزيت. ننصح اللي ما عندهم الكوليسترول واللي عندهم لوطونسي وكلش ما ياكلوهاش لخاطرش ماهيش صحيه، فيها الزيت بزاف. وانا كما راكم تشوفوا فيا راني نحاول نقص من هذه الخضره نقص الزيت. شوفوا هنا كي راني نعصر فيها من هذاك الزيت في هذاك الورق تاع المطبخ. وهنا حبيباتي دروك كي قلعت هذيك الفلفله اخر حاجه غادي نزيدها هي الدنجال. كما تعرفوا الدنجال ديروه هو التالي لخاطش الزيت منه يكحال. دروك حبيباتي نرجعوا لهذه لاص تاعنا. شوفوا كي تجمرت
والطوماطيس تقلات مليح. درك هنا شا غادي نزيد هذيك الفلفله هي الاولى، نفرخها ونخليها تاني تتجمر معاهم وتتقلى مع هذيك الطوماطيس. حبيباتي هاد الايموجي اللي راني نحطه راه وجهي يبان في البلا تاع المقله، راني ندرك به وجهي. ودرك حبيباتي راني زدت فرغت هنايا الطوماطيس وخليتها هكا تقلى على نار هاديه. زدت عليها الفلفله والدنجال تاعنا درك راه طاب حبيباتي. تاني نحطه على الورق المطبخ هذا ونخليه يتشرب هذاك الزيت. درك من هكا راني نعصر فيه من هذاك الزيت قدر المستطاع كما راكم تشوفوا. وزدت هنايا تاني ورق الزوج وراني نحط فوقه كيما هكا ونبدا نعصر فيه كما راكم تشوفوا، نمرس فيه بهذاك الزيت كاع يخرج لي من هذاك الدنجال. كما تعرفوا الدنجال اللي يتشرب الزيت بزاف. ديروا هذه الطريقه حبيباتي باه تنقصوا الزيت، ما تخلوش يجيكم في الشكشوكه بزاف. حبيباتي هنايا كي راه درك الفلفله طابت في هذيك الطوماطيس، هنا حبيبتي راني زدت هذاك الدنجال. شوفوا كي راه ناشف من الزيت، راني كاع نشفته مليح. وديروا هذه الطريقه، جيبوا زوج مغارف وقعدوا خلطوا بها، ما تخلطوش مغرف واحده باه ما ترونلكمش والخضره ما تبانش. هنا حبيبتي شوفوا كي راني ندير، راني حرك فيها بشويه باه الخضره تقعد معايا صحيحه وتقعد باينه. خلوها على نار قليله حتى تتجمر مليح. وشوفوا كي ما جاتش مزيته ولاص تاعها جات خاطره. ودرك نطفي عليها ونحطها في صحن التقديم. شوفوا حبيباتي كي جات مجمره ومعسله وتجي بنينه بزاف، قد ما شكرت فيها قليل في حقها. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وتجربوها وتردوا لي بالخبر. ونتمنى منكم تكتبوا لي تعليقات شابين كيما نتوما حبيباتي. وفي الفيديوهات اللي فاتوا كل وحده اللي كتبت لي تعليق وتمنات لي الشفاء نقول لها ربي يخليك ويحفظك حبيبتي والله يستركم ان شاء الله. وفي نهايه الفيديو حبيبتي ما نقول لكم غير تهلاو في رواحكم ومع السلامه.